السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. كيف ديما مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم غنحضر معكم مسمن معمر بالفلفلة والبصلة مع الشحمة على الطريقة ديال الصحراوة. شوفوا معايا كي كيجي خفيف ومورق، والأهم من ذلك يجي بنين. اجي نشوفوا الطريقة والمقادير. فأول حاجة هنا نبداو نحضروا العجينة ديال المسمن اللي غنحتاجوا ليها جوج زلايف هكا عامرين بالدقيق ديال الفورص يكون مغربل. غنزيدوا عليهم واحد الزلافه كذلك ديال القمح الصلب اولا القمح سبيسيال. غندير واحد الحفره هكا الوسط، وغنزيدوا القبيصه ديال الملحه ما تكونش كثيره بزاف، وغنزيدوا عليها واحد شويه ديال السنيده، واحد نص معلقه باش تعطينا داك اللون، وقبيصه ديال الخميره ديال الساشي. غنجمعوا العجينه بميه دافيه. العجينه غتكون مدلوكه مزيان ومن طون تكون شويه قاصحه، ما تكونش مرخوفه بزاف، حيت المسمن ما كيبغيش العجينه اللي كتكون مطلوقه بزاف باش ما تبقاش تقطع علينا ملي نكونوا كنخدموا. المهم نجمعوا العجينه وكما قلت لكم غندلكوها مزيان. ملي غنساليو الدليك من بعد ما غادي نكملوها غنجيب واحد شويه ديال الزيت ندهنوها به ونغطيوها بلاستيك غذائي وواحد الزويف ونخليوها ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه هكاك ونرجعوا ليها. من الاحسن انكم تخليوها فشي بلاصه دافيه مع دابا البرد، سينو الا كان الصاد تخليوها غير فوق الطبله راه ماشي مشكل، راه دغيا غتطلق صافي. من بعد ما كدوز 15 دقيقه كنجيبوها. كنجيب واحد اللاطه اللي تكون مدهونه بشويه ديال الزيت، واحد شويه الزيت، واحد الزوج بيبينيه، غنبداو نشكلو كويرات من العجينه. الكورات اللي غنخدم بهم تقريبا انا فيهم شي 50 غرام اولا 40 غرام، يعني شويه كبار حيت ما غاديش نضوب العجينه. نخدم كره وحده، شوفوا معايا تقريبا الحجم ديالها كما قلت لكم. صافي نبقى غادا معاه حتى نكمل العجينه كامله بنفس الطريقه. نشكلوا كويرات ونحطوهم حتى كنكملوا العجينه كامله. من بعد ما غنكملوها غنرجعوا نغطيوها شي بلاستيك غذائي من بعد ما نكونوا دهناها بالزيت ونخليوها على ما نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه غنحتاجوا لها، انا درت الفلفله خضراء وحمراء، تقدروا تكتفيو وحده فيهم لا كانز. نقطعوا ضروري نقطعوهم على شكل مربعات اولا مكعبات صغار باش دغيا كيطيحوا لينا ملي كنكونوا نطيبوا الحشوه، وفي نفس الوقت ما كيتقطعش لينا المسمن ملي كنكونوا كنورقوا فيه. كما كتشوفوا التقطاع ديالها راه رقيق بزاف، ونقطعوا الحمراء ونقطعوا الخضراء حتى هي. من بعد ما غنكملوهم نديروهم في واحد المقيله، نزيدوا عليهم واحد شويه ديال الزيت عاديه ديال الطياب، ونخليوها طيب في نار مهيله باش طيح لما نكملوا الوصفه ونرجعوا ليها. المهم من بعد ما غنديرها كطيب غنجيو نديروا البصله الخضريه حتى هي. البصله الخضريه هذا هو الوقت ديالها، كتكون صغيره وكتكون حلوه في الطياب دغيا كتذبل، وفي نفس الوقت كتعطي واحد البنه زوينه، على سواء بالنسبه للمسمن اولا حتى البطبوط كتجي زوينه. اول حاجه هنا زلت دوك الطريفات كما شفتوا، غادي نفلحهم مع واحد شويه نبدا نقطعهم. غير تقطع كيف ما قلت لكم يكون رقيق، التقطاع ديالهم بجوج كيكون رقيق باش دغيا كطيح لينا ملي كنكونوا كنطيبوا الحشوه كتجي مزيانه. من بعد ما كملت هذوك الوريقات الخضرين هنا نبدا نقطع الجذوره، ضروري ما كنقطعوهم كما قلت لكم طريفات صغار. من بعد غنجيو نشوفوا الفلافل واش طابوا معانا، شوفوا ملي كيدبلوا كيوليو مزيانين. صافي هنا غنزيد عليهم ديك البصله حتى هي. البصله راه ما كتاخذش الوقت بزاف نهائيا، راه غير واحد شويه. راه دابا هنايا تقريبا الفيديو ما كانش فيه القطعات بزاف. غناخذوا التوابل اللي غنزيدوهم. عندي هنايا شويه ديال الملحه، وغنديروا شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم معرك حتى هو كيجي بنين. انا هنا غنخدم بالسودانيه حاره، غندير واحد راس معلقه، تقدروا تعوضوها بالبزار الا بغيتو. هنا عندي معلقه تقريبا كبيره ديال القوام ديال الصحراوه. هنا هذا القوام عندنا هنا فيه بزاف ديال الحوايج كناخذو من البلاد. عندي قزبر ومعدنوس طري، وهنا غنزيد واحد تقريبا زلافه ديال الشحمه اللي انا حكيتها في الحكاكه الغليظه باش كتطلق لينا داك التم، وما كنحتاجوش الزيت بزاف، وفي نفس الوقت كيجي داك المسمن مشمع وما كيبانش فيه الشحمه، ما كتبانش نهائيا. هانتوما غتشوفوا معايا حتى الاخر. صافي هنا غنخليهم غير شويه يذوب ليا ديك الشحمه مزيان باش نقدر انا نتحكم فيها، وغنطفي عليها وغادي ندوزو نكملوا المسمن. صافي من بعد ما كتشوفوا المسمن هنا شويه ترخف، غنجي ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، وغادي نبدا نسرح في العجينه حتى كتولي لي السمك ديالها رقيق وتقريبا شفاف. راه كيف ما كنسرحوا المسمن عادي سواء المربع ولا الملوي ولا نفس الطريقه غنديروها حتى دابا. غنبقاو نسرحوا فيها حتى كيبقى السمك ديالها كما قلت لكم رقيق بزاف. هنا في الاولى حيت
كاين شي بلايص ما وصلهمش الزيت فتحلات ليا. هو في الأصل راه العجينة ما كتقطع ما حتى شي حاجة، صافي هنا بديت كندهن بداك شوية ديال الشحمة اللي دايبة هو الأول، من بعد بديت كنوزع الحشوة بشكل متساوي على المسمنة كاملة، ما غنخليو فيها حتى شي حاجة، وغنبداو نديرو طيات ديال المسمن عادي، وبهاد الطريقة كتجي العمارة دايعة في المسمن كامل وفي نفس الوقت كتكون بنينة. هنايا غنجي نزيد شوية ديال الشحمة ملي غادي نبغي نسد، أو شوية ديال الليدام ديال اللي طلقات ليا الشحمة، وغنطويها عادي كيما غتشوفوا هنايا. غنطويها غير الورقة غندير غير هكا، وما غاديش نعاود ندير مسمنة أخرى ونعاود نديرهم فيها لحقاش كتجي غليظة وما كيعجبنيش، غير هكا راه كتجي غزالة. غنعاود معكم وحدة أخرى باش تشوفوا نفس الطريقة. مسمنة هكا غنحطوها ونسرحوها مزيان حتى كيولي الشكل ديالها شفاف، وكنجيبو الحشوة أول حاجة كنصبقوها هي داك ليدام، ومن وراه كنزيدو شوية ديال العمارة هكا كنوزعوها على المسمنة كاملة، وغادي نطويوها الطية الأولى على 3 والطية الثانية على 3 تكون هكا وجدات. صافي من بعد ما نكمل انا غنكمل الباقي وندوز نيشان معكم باش نوريكم الطريقه ديال الطهي اللي هي ساهله. مقله ديجا كنديرها كتسخن من قبل، غناخذ ديك الكريسه شويه غير شويه غير تحل شويه، وغنوض نديرها فوق المقله ديال المسمن. من الاحسن تكون ديك الثقيله وتكون مرشوشه في الاول غير بشويه ديال الزيت. الا لاحظتوا راه ما كنستعملش الزيت بزاف، يعني غير داك الشحيمه راه هي اللي كتطلق لينا المذاق في كلشي، كتخليناش نحتاجو الزيت حيت اصلا كيجي مسمن مزيت. صافي هنا غنبقى نقلب فيها بشويه حتى نشوفها طابت. من ورا انا ما غنحيد هذه اللي كنوريكم، غنولي نخدم بثلاثه بثلاثه باش دغيا كنكمل الكميه، وكيجيني طياب ساهل. شوفوا معايا هنا التحميره ديالها كي كتجي وطيبه وشي واحد الريحه كتكون فيها بوحدها مع دوك القوام ديالنا حنا ديال البلاد كتجي غزاله. صافي انا غنكمل الطياب كما كتشوفوا هنا. صافي بديت كنطيب ثلاثه ثلاثه باش كيسهل عليا. اللي زوين في المقله الثقيله ملي كتكون كبيره كتسربي دغيا. نكون فرحانه الا وصلتوا حتى لهنا. فما تنسوش انكم تضغطوا على خاصيه الاشتراك اللي كنتو اول مره كتشوفوا القناه، فمرحبا بكم. وما تنسوش ديروا لي شي جيم اولا كومونتير زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن كيفاش جا مورق، الشكل ديالو غزال بنين. غير جربوه وشاركوا معايا الوصفه ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راه كلهم انا فيهم. شوفوا معايا هنا ملي غنقطع المسمن الشكل ديالو من الداخل كيجي مورق وكيجي عامر بديك الحشوه، حتى القوام حتى هو كيعطي واحد اللوين زوين. شوفوا هنا من بعد ما نقطع المسمن الشكل ديالها كيجي خفيف من الداخل ومورق. وصراحه الله داك الورقه ديال التوريقه ديالو كتجي هي هذيك، ما كيجيش ثقيل بزاف، كيجي خفيف الشده ديالو. بالاخص الا كنتو غتحضروه وتحطوه مع شي بريري ديال الاتاي، ما نعاودش ليكم في هذا البرد هذا كيجي زوين وبنين. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تبارطاجيوها مع الحباب والصحاب، ونتلاقى في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.